هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الشاورما اللحمه بطريقه سهله وبطعم المطاعم بالظبط. تتبيله خطيره وطعم هيخلي كل اللي يدوقها يطلبها منك تاني. يلا بينا مع بعض نشوف ازاي. اول حاجه هنبدا فيها وهي تتبيله اللحمه. معانا نص كيلو من اللحمه، هننزل عليها بكوبايه من الزبادي، عصير ليمونه كبيره، و3 معالق كبيره من الخل. التوابل: بهارات لحمه معلقه صغيره، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره بصل بودر، و3 معالق كبيره زيت. وهنقلب ده كله مع بعض. معانا فلفل رومي وطماطم وبصل متقطع جوليان في طاسة على النار، وهننزل بمعلقتين كبار من الزيت، وهنسيب الطاسة تحمى، وبعد كده هننزل بالشاورما. لازم الطاسة تكون حامية عشان الشاورما ما تنزلش مية كتير. اول ما المية بتاعت اللحمة تختفي وتظهر المادة الدهنية، هننزل بالبصل. هنحط على البصل نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بابريكا مدخنة. وهنقلب ده كله مع بعض. حقيقي الشاورما دي من احلى الشاورما اللي جربتها. هنضيف معلقة صغيرة من السكر، المفروض نضيفه مع البصل، بس انا نسيت الخطوة دي وحطيتها دلوقتي، عادي مفيش مشكلة. هنضيف نص قرن فلفل حامي، لو مش عايزين يكون سبايسي استغنوا عن الخطوة دي، عادي مش مشكلة. وبعد كده هننزل بالفلفل الرومي، وهنقلب ده كله مع بعض. وهننزل بفنجان مية، هنوطي النار عليها لحد ما تستوي براحتها. بعد كده اخر مرحلة هنضيف الطماطم بس، وكده خلصت معانا. وعلى الوش هننزل بطحينة ما يعادل 3 معالق كبار، وهنقلب ده كله مع بعض.
بعد ما نطفي النار هنضيف النعناع الكمية اللي انتوا شايفينها دي، ولا نزود عن كده ولا ننقص عن كده. وبعد كده رشة بقدونس، وهنقلب ده كله مع بعض. فحماية وهنحط عليها زيت وهنقفل عليها، وبس كده معانا احلى شاورما. وكده عملنا مع بعض شاورما اللحمة بطريقة سهلة وطعم ولا اروع. جربوها وقولولي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي يا حلوين.